السلام عليكم خوتي، كي راكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم اليوم ما كايناش، ما غاديش ندير بلوك، غادي بغيت نهضر معكم واحد شويه، بغيت لكم واحد النصيحه اللي غادي تفيدكم مزيان وغادي تفيد الناس، الدراري اللي تيفكروا يجيو للغربه والدراري اللي كاينين في الغربه هنا نيت براسهم. المهم اخوت، بغيت نقول لكم كيفاش ديروا تعلموا اللغه بالزربه، اسهل طريقه تعلموا اللغه. وهذه هي الطريقه اللي تعلمت بها انا ملي كنت في المغرب. قبل ما نجي لهنايا تعلمت بهذه الطريقه هذه. في الاول انا قريت في الليسي، قريت اللغه الاسبانيه، ولكن راك عارف الليسي ما تعلموش مزيان، تعلموا غير الباسيك وغير الاساس. كنت ديك الساعه فاش كنت نتعلم كنت نفهم مزيان ولكن ما كنتش كنعرف نهضر. كنت كنعرف نفهم مزيان شنو تيقولوا، ولكن ما كنتش كنعرف نرد مزيان. كنت كنرد شي حاجه قليله، ما تنعرفش نرد مزيان. وانا ندير واحد الطريقه مزيانه ونفعتني وبديت كنهضر بها مطلوق عادي بحال اللي كنهضر بالدارجه. وهاد الطريقه هذه اللي غادي ديروا هي شنو غادي دير. مثلا شي واحد اللي تيفكر يجي انه باغي يجي لاسبانيا، انا نقول لك الطريقه اللي بغيتي تجي لاسبانيا. الطريقه اللي غادي دير هي غادي تدخل عندك الفيسبوك الناس ديال اسبانيا، ولكن من الاحسن تدخل عندك ديال امريكا اللاتينيه، لحقاش امريكا اللاتينيه غادي يعطيوك وقت، غادي يعطيوك الوقت، غادي يعلموك مزيان، وهما تيعطيو الوقت على امريكا اللاتينيه على الناس د اسبانيا. المهم غادي تدخل عندك شي واحد في امريكا اللاتينيه، وماشي واحد غادي يدخل عندك بزاف، وباش غادي تبقى تهضر معاه غتبدا بالتراديكسيون. غادي تشد التراديكسيون بحال داكشي تيصيفط لك، غادي تشدو غادي ديرو التراديكسيون، وداكشي اللي بغيتي تصيفط انت غادي تكتبو بالعربيه وغادي دير التراديكسيون وتصيفطو له. ومن هاد الطريقه هذه غادي تتعلم بعض الكلمات من هاد الطريقه هذه، وبشويه غادي تبقى تعلم هضره حتى يدوز الوقت. فاش يدوز الوقت وتحس براسك بانك بديتي تتعلم، غادي تنتقل لمرحله انك تهضر معاها بالاوديو، بحال التليفون غادي تهضر بالاوديو. وهاد القضيه حتى هي كتعاونك انك تعلم، لحقاش الا بقيتي غير كتكتب ما غاديش تعلم مزيان. ولا بقيتي كتبراكتيكي وكتهضر بالهضره غادي تطلق لك لسانك، فهمتي؟ ولا تطلق لك لسانك، الا شتي راسك تطلق لك لسانك غادي دوز لمرحله انك تهضروا بالفيديو، تهضروا بار كاميرا. ولا جيتي تهضر بار كاميرا غادي تطلق لك اللسان وتحيد الحشمه، بحال الا بغيتي تهضر مع شي واحد هكا في الزنقه ولا شي مول هنا، الا كنتي باغي تهضر مع شي واحد مول السوبر مارشي ولا شي محل ولا ماكازا، غادي تحيد لك الحشمه وتكون ديجا حيدتيها بار كاميرا فاش كتبغي تهضر مع شي واحد. وهذه هي المرحله اللي غادي تحيد لك الحشمه مزيان. وانا هذه هي الطريقه اللي درت. في الاول بديت بحال هكا تنفهم ولكن ما تنعرفش نهضر. شديت تراديكسيون بديت كنتعلم بشويه وحده هي الديكسيونير. حتى الديكسيونير غادي ينفعك مزيان، الديكسيونير اللي تيشرح لك الكلمه بالصبلونيه وحدها المرادف ديالها باللغه العربيه، حتى هذا غادي ينفعك مزيان. وهكا بشويه غادي تعلم مزيان. وحاجه اخرى، الناس اللي غادي الا كنتي مازال في المغرب وناوي تجي للغربه تعلم تما احسن لك، لحقاش الا جيتي لهنا وما كتعرف والو غادي قاصحه. الا بغيتي تهضري مع شي واحد ما غادي تلقى كيفاش دير تهضر معاه، ما ديرش تواصل معاه. وبالنسبه الناس اللي كاينين هنا مزيان ما تيعرفش يهضر بالصبلونيه، غادي يتعاشر مع كما كنقولوا يتعاشر مع بورقه مع الناس الاسبانيين، لحقاش الدراري فاش تيجيو لهنا كيبقى يمشي مع الدراري المغرب، ولا كيمشي مع الدراري المغرب ما عمرو ما غادي يتعلم شي حاجه، لحقاش غادي يبدا غير العربيه وهما ما غاديش يهضروا معاك بالصبلونيه، لحقاش راك انت ولد بلادهم. غادي ويا خويا كيفاش هاد الدري صاحبي جا عندي شويه ونرجعوا لكم. المهم اخوتي، كما كتشوفوا انا يلاه رجعت للدار. ما تلاقيت قبيله مع واحد الدري تلاقيتو تما فاش كنت مريح، مشينا تغدينا انا وياه وضربنا دويره يلاه تدخل للدار دابا. المهم فاش خليناها فبنادم ملي كان كيفكر يجي للغربه من الاحسن له يتعلم اللغه تماك في المغرب قبل ما يجي لهنايا. كما قلت لكم راه الا
الا جيتي حتى لهنايا عاد بغيتي تتعلم غادي تجيك قاصحه شي شويه، وفي نفس الوقت خصك فاش تكون هنا خصك باش تواصل مع عباد الله، وخصك شحال من حاجه، لحقاش ما غاديش تبقى انت ديما مكلف، زعما تكلف معاك الناس وغادي يمشيو معاك الا بغيتي تقضي شي مصلحه ديالك. خصك تعلم اللغه لراسك، باش بغيتي تقضي شي مصلحه تقضيها لراسك، وبغيتي تمشي تشري شي حاجه تشريها لراسك، ما غاديش تبقى انت ديما معول على عباد الله. هذه حاجه اخرى. وكما قلت بالنسبه للدراري اللي كاينين هنايا، اللي كاينين في الغربه وكيمشيو بزاف مع الدراري ديال المغاربه، وهذا خاصهم يمشيو مع النصارى. علاش؟ لحقاش الا مشيتي مع النصارى غادي تتعلم بطريقه سهله، لحقاش الا بقيتي كتمشي مع عربي ديما مع عربي غادي تبقى شادي في العربيه، ولكن الا تعاشرتي مع النصارى غادي تستافد منهم، تعلم منهم بزاف ديال الحوايج، تعلم منهم اللغه بزاف. هادشي اللي كاين. وكما قلت لكم هذيك هي الطريقه باش غادي تتعلم بطريقه سهله. وحتى الموسيقى، تسمع الموسيقى حتى هي راه طريقه مزيانه، الا سمعتي الموسيقى ولا. المهم هذيك الطريقه اللي قلت لكم انا هي اللي تعلمت بها وجاتني انا سهله مزيان. كنت كنهضر بزاف مع الناس ديال برا، كنت نهضر معاهم بزاف، وهذه الطريقه الوحيده اللي ساعدتني، والوحيده اللي خلاتني انني نطلق لساني ونحيد الحشمه، هي انني نتواصل معاهم بار التليفون وبار كاميرا، تنهضر معاهم. هذه الطريقه اللي زادت شجعتني انني نحيد الحشمه ونطلق لساني مزيان، وهذه هي الطريقه اللي خصك دير. وديك الساعه على مولانا كلشي ديك الساعه كيجي. وحاجه واحده اخرى حتى هي خاصك تفرج في الافلام مع الترجمه، افلام بحال دابا افلام الاسبانيه مع الترجمه، في ديك الترجمه اللي كتكون تحت من الفيلم، حتى هادو غادي تساعدك انك تشد شي لقطات، شي كلمات غادي تشدهم وترسخهم في الذهن ديالك، حتى هادي تساعد. المهم هادو هما الطرق اللي كاينين باش انك تعلم اللغه، اي لغه كما بغات تكون. والمدينه اللي بغيتي تمشي لها، اللي كنتي ناوي تمشي تستقر فيها، تعلم اللغه قبل ما تمشي لها، قبل ما تمشي تعلم اللغه وديرها في راسك. كما قلت لك كنتي باغي بحال مثلا تمشي لفرنسا، دخل عندك لي فرونسيس في الفيسبوك، بغيتي تمشي لاسبانيا دخل الفرنسي. المهم داكشي على حسب انت فين بغيتي تمشي، وهذا الشيء هو اللي غادي ينفعك باش انك تعلم دغيا. وخذ التجربه هذه ورد عليا الخبر، ونفس الوقت انك غادي تدبر على راسك، تقدر تدبر على راسك. ايوا المهم الخوت هادشي اللي كاين، هادشي اللي عندنا في راسي انا قلت لكم ونفعتكم به. وما تنساوش كما ديما الا عجبكم الفيديو ونزل خير. المهم الخوت هادشي اللي عندي في راسي انا نفعتكم به، وهذه هي الطريقه باش انني تعلمت انا اللغه الاسبانيه والصداده. هذه هي الطريقه باش انني تعلمت، وحتى نتوما حاولوا ديروا بحال الطريقه هذه، وان شاء الله غادي تكون النتيجه ان شاء الله. ولكن خاص تكون عندك العزيمه والاراده بانك تعلم. اول حاجه الا كانت عندك العزيمه والاراده راه تعلم اي حاجه بغيتيها. حتى انا في الاول شنو كنت كنقول حيد على هادشي، راه ما عمري ما نتعلم له، راه داكشي صعيب. ولكن فاش درتها في راسي قلت والله حتى نتعلمنا. وديك الساعه صافي بشويه بديت كنبدا بشويه هكا، لحقاش كنا كنقراو في الليسي، كنا كنقراو شي حاجه بسيطه، ماشي شي حاجه ما كنتعمقوش. واخا كتعمق مع الاستاذ القراءه ما تفهمش بزاف. ومن ديك الساعه صافي بديت كنتعلمنا بشويه صافي، وانا تطلقت فيها. وديك الساعه بديت ما كاين 18 في الليسي. ديك الساعه فاش تعلمت لها في الانترنت، ديك الساعه فاش كيكون شي امتحان ولا ما كاين 18 20 18 19. ديك الساعه ديما شاقينها، والفضل كيرجع للانترنت وتيرجع للبنادم اللي هضرت معاه. الفضل تيرجع ليهم وترجع لله. المهم الخوت هذه الطريقه خذوها مني، وان شاء الله غادي تكون النتيجه. وبارطاجيو مع الدراري باش تشوف هاد القضيه هذه، بارطاجيو مع الدراري صحابكم، ونتمناو من الله الخير ان شاء الله. والله يسهل على شي واحد، الله يعطي
لكل واحد الله يعطيه ما تيتمنى ان شاء الله. وهادشي اللي نقول لكم اخوت. المهم تهلاو في راسكم ونطلقوا فيديو واحد اخر ان شاء الله.